ازاي تحفظ اسرع وما تنساش اللي ذاكرته. لو انت طالب ثانويه عامه او طالب في المطلق، تعالى اقول لك ازاي تقفل المواد من غير مجهود. بس الاول احب اقول لك كفايه مذاكره سلبيه بقى. كل اللي بتعمله انك بتقرا وتعيد وتحفظ، تيجي بعد يومين تبص على اللي ذاكرته تلاقي نفسك بتقول انا ذاكرت الشابتر ده بس ليه مش فاكراه. كل اللي هتعمله انك تذاكر بالاكتيف ريكول، الاسترجاع النشط. يعني بدل ما تقرا وتعيد وتحفظ وترمي الكتاب، اعمل نفس الخطوات بس اقفل الكتاب واسال نفسك انا فاكر ايه من اللي انا ذاكرته، واكتبه في ورقه وشوف اللي وقع منك وراجعه تاني، واشرح الدرس كانك بتشرحه لطفل صغير. لو عرفت تبسط المعلومه فانت كده فاهمها. واهم حاجه، كفايه 150 كوبايه قهوه من غير اكل. مش دي اللي هتخليك مركز، هي هتخلي عقلك صاحي بس مش قادر يركز ولا يفتكر. فعندك حل من الاثنين، يا تاكل سمك كتير او تاخد اوميجا 3، دول اللي هيحسنوا التركيز والذاكره. وده ليميتلس اوميجا 3 احسن نوع موجود، علشان كبسوله واحده هتديك فوائد اهم 3 انواع سمك اللي فيهم اعلى وانقى نسبه من الاوميجا 3، المكريل والسردين والانشوجه. ليه بقى مهم انكم تاخدوه كل يوم؟ علشان في اعلى تركيز من الدي اتش اي اللي بيساعدك اصلا على التركيز والذاكره، وفي فيتامين دي 3 اللي بيحسن امتصاص الاوميجا 3 في الجسم. يعني من اول كبسوله هتحس بالفرق، والكبسوله الواحده منه فيها مفعول 3 كبسولات من اي براند تاني. وكده وفرت فلوس ووقت، ده غير ان الكود ده هيديك خصم على العلبه. انت ثانويه عامه ما عندكش لا وقت ولا فلوس تضيعهم، ومش هتحس بطعم ولا ريحه السمك وانت بتاخده علشان طعمه ليمون على خفيف كده. وقت المذاكره هيبقى كله تركيز، وذاكرتكم هتبقى اقوى وتحفظ المعلومات اسرع. وبدل ما تذاكر 6 ساعات وما تفتكرش منهم اي حاجه، ذاكر ساعتين بس في اليوم وخد كبسولتين من ليميتلس اوميجا 3 في اليوم وهتفتكر كل حاجه. وكده تبقى عرفت